بيكم في حلقة جديدة من برنامج المنشر. الو يا رب ربع روقانك. انا مش جايه على فكره. هو انت عويطة؟ كان عندي مشاوير يا حليم. ماشي، طب عايز عذر، عايز عذر حلو، عايز عذر حلو. سيبك بقى من الهبل اللي انا سمعته ده. انا عندي مشاوير. مشاوير بتعملي ايه؟ بتخلصي ورق شغال في البوسطة يعني بتعملي ايه مشاوير؟ بالظبط انا بخلص ورق. شوف بقى هتعمل ايه علشان انا 3 ثواني واقفل السكه في وشك. طب انا هتصرف، انا هجيب حد بيضحك على الاقل. يلا سلام. بعد اذنك يا ريس، ترضى تشاركني الحلقة دي؟ انت قلت هتجيب حد بيضحك. ما انا بضحك. يطلع شكلك ايه قدام الناس اما كده اي اوبشن هيبقى احلى من ملك. يا اتفضل. اي اوبشن هيبقى احلى من ملك. ده ايه البدايه النكد دي؟ انا حازم راغب وانا محمد حليم، والنهارده حلقه عن مشاكل الشباب. هيكون النهارده الحلقه كلها ذكوريه مليانه تستوستيرون ان شاء الله. ساتر يا رب. وباذن الله يكون في حلقه تانية عن مشاكل البنات، ما يكون ملك ومعاها صديقاتها اصحابها من البنات. بالظبط. جاهز ان شاء الله. انت كويس؟ انا كويس. انا حاسس صعبان ايه؟ عليا الاكونتات بتاعت حليم ملك _ حليم 13. احنا مريحين شويه الاسبوع ده وهدوا يا جماعه، هدوا شويه والله. هدوا عشان فعلا تنزلوا على ما فيش خالص. ماشي. متعشمين غلط جدا. انتوا مش فاهمين حاجه خالص. اول فقره معانا غسيل الجمهور. اول مشكله بتقول اعمل ايه لو انا في شله ما بيعرفوش يقعدوا مع بعض غير لما يلعبوا حاجه؟ يا الله، انا عارفها. يا الله، الشله دي ما ينفعش تتكلم مع بعض عادي من غير لعب. انا عندي نفس المشكله. كلنا عندنا نفس المشكله اظن. ما انا بس بحسك انت بتبقى عايز تلعب. انت عايز تقول حاجه؟ انت عايز تقول لي حاجه؟ بحسك بتبقى عايز تلعب الصراحه. يعني مش عارف اضحك في الموضوع بس اتخنقت. ما هو انت دلوقتي في موقف يا تلعب يا تفتح موضوع. وانا لا قادر افتح موضوع ولا قادر اتكلم ولا قادر اسال ولا قادر احكي. يلا نلعب. اللعب ايه؟ لا 1 2 3 وخلصت. لعبنا يلا نقوم نغور في داهيه. يعني ما فيهاش، رايح دماغك والعب. الموضوع مرهق جدا والله. يعني انت ما بتروحش تلعب مع اصحابك بلاي ستيشن؟ بس البلاي ستيشن انا بحس ما فيهوش اي تشغيل دماغ. هو انت شايف اللعيبه رايحه فين؟ بتمشي الدنيا عليها والله. مش زي اللي ايه اللي والله يا عم؟ في تشغيل دماغ طبعا. ماشي بس مش كده، مش زي ده. انا كنت في عزومه من كام يوم 18 واحد في بيت. ال 18 دول لو انت سبتهم هيسرحوا في الشقه وهيبهدلوا لك الدنيا. عايز اخش ياخد شاور يعملوا حاجات. ايوه جدا. فمحتاج تلمهم في حته، يا اكل يا لعب. فالاكل كنا سحور بس على ما الاكل يجهز هنعمل ايه بقى؟ فهتفتح لهم لعبه 18 واحد هنا يلعبوا يتخانقوا مع بعض على ما السحور يجهز. نفرش السفره ناكل ننزل. عزومه ناجحه جدا، كتر خير اللعب. فاللعب يا باشا بينفع. اللعب بينفع. بص له بطرق مختلفه. شال من عليك كتير. او اعمل زي ما انا بعمل. انا بقعد ما بلعبش. العبوا انت. بلعبوا انت. لو هفنش شو ادخل في راوند مع حد بالظبط يا ريس. لا اللعب مفيد. انا شايف اللعب مفيد. خليك مع شلتك، احترم نفسك. انت ما تعرفش بره فيه ايه. هموت واعرف بره فيه. ماشي. مشكلتي اني مضطره اشوف الاكس بتاعي كتير عشان بينا اصحاب مشتركه. مفهوم قوي. قوي الكلام ده. مفهوم جدا. لما بشوفه بيجي لي انكزايتي ويومي بيبوظ. بس في نفس الوقت ما اقدرش اقول لاصحابي انهم يقطعوا معايا. ايه قله الادب دي؟ تقولي لاصحابك يقطعوا ما تقطعي انت مع صحابك. هو ايه الحل ده اصلا؟ اقول لاصحابي اقطعوا معاه. ايوه. ليه؟ ما هو اصل هي برضه ما انت مش عايز تخسر صحابك دول. صح. يبقى ما كنتيش بقى تعرفيه على اصحابك. كنتش فركشت من الاول يعني. بالظبط. اساسا بقى عصرنا على نفسنا ليمونه واستحملنا عشان صحابنا. بينكم عيال ما ينفعش تتطلقوا، بينكم صحاب ما ينفعش تفركشوا. هي انا مش مع ان انت تصاحب بنت مثلا من جروب. فساعتها بقى ايه؟ عشان انتوا لما تفركشوا كده 90% هيحصل. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ يعني في الاغلب هيحصل كل واحد بقى هيبقى واخد جنب. ودول لما ينزلوا مع ده مش هننزل. دول لما فهنخش بقى في قصص. مسلسل فريندز ده عادي. ايوه اهو. ايوه صح. ما بنصاحبش من الجروب بتاعنا، ما بنصاحبش من الشغل بتاعنا. يعني كل ما نبقى في مجتمع هنا بنتجنبه عشان نعرف نسرفايف فيه اكتر فتره ممكنه. دور بقى على حد يكون كده ماشي في الحياه. وقفه مساء الخير عندي اوفر. عشان يبقى خلاص حتى لو فركشتوا مع بعض خلاص خلصنا. بالظبط. انت في طريقك ولا في طريقي. انت كمل على الطريق. دي كانت نصايح قبل الموقف ده. انا خسرت صحابي مثلا، يعني خلاص بقى الجروب كله نتنازل عنه لحد ما تبقي كويسه. اصل طول ما انت بيجيلك انكزايتي لما بتشوفيه كده انت لسه ما تخططيش. يا اما بص دي واحده بقى من بتوع ملك. ايه بقى؟ واحده بقى من بتوع ملك دي بقى. اسمع دي بقى. انت لا يا حبيبتي دول صحابك ما تفرطيش فيهم. لكن هو واضح ان هو عمل حاجه زفت ففركشته يغور بقى. يبقى انت تقعدي في زوره. ما هو انت برضه مضايقاه لما انت تبقي قدامه كده. على فكره مين قال لك انه ما بيتضايقش ويجيله انزايتي ويتوتر يبقى مش عارف يتصرف ازاي؟ اقفي له بقى واثبت انت في وسط شلتك
لحد ما هو ما يطفش. او هاتيله واحد ايه ده؟ يعني صاحبي صاحب تصاحب حلو صح. صاحب تصاحب وتجيبوا الأعداء. الشله ونقع في نفس الفخ ده. نتفرع على بعض واحنا قاعدين كمان. عايزينه يولع، عايزينه يحس ان هو مش في مكان غلط، لحد ما هو كمان يصاحب وخلاص تتعايشوا كلكم مع بعض في سلام. بالظبط. او يطفش مع بعض. فتفركش فتجيبي واحد تاني بالظبط يطفش اللي هو تيجي مش فيه. ريباوند، اللي هو مش ريباوند، اللي هو الاصلي بقى. لا صح، تجيب واحد اصلي تجيب فنقعد واحد بقى في الشله دي تبوظ لحد ما صحابك يقرفوا منك فيقولوا لك خلاص اتكل على الله. كده احنا خلصنا فقره غسيل الجمهور، ونروح دلوقتي عشان هيبقى معانا كمان ضيف ثالث وراجل برضو. نروح نستقبل فقره مشاكل الرجاله. احنا معانا الفقره دي واحد من اهم واضخم الاصوات في بيس كيك. ضيف الحلقه دي عشان احنا حاسين ان التستوستيرون مش كفايه في الفقره الاولانيه، فقررنا نزوده في الفقره الثانيه. احنا معانا النهارده يحيى الصادي. ايه ازيك عامله ايه؟ ايه الكلام؟ ايه الدنيا؟ كان حلو قوي ادائك يا احمد عصام في مسلسلك الجديد اللي هو ايه عايشه الدور. كنت هقول لا قلتني حلو قوي في الحلقه رقم 2. انت في اول البرنامج وانت بتقفل مع مالك كنت اجيب حد على الاقل بيضحك. انا قصدي عليك مش يحيى. هو في ايه اللي هو بيحصل؟ بيسال سؤال برد عليه. ايوه السؤال ده ما انا قاعد وراك انا سامع. لا ملوش علاقه بيك قوي يعني. يلا جاهز؟ مش عايز اكمل اصلا. طب يلا بص. ليه ما نبدا؟ تعال نبدا. القرف ده يعني. مفيش راجل بينسحب هو في البداية. بيضحك. ايوه صح، مفيش احنا مشاكل رجاله ومفيش راجل مفيش راجل انت اصلا قموصه. مفيش راجل. انت اكتر واحد بيتقمص في العالم. يا رجاله في العالم ايه؟ لا عايز مشاكل رجاله. ده ايه ده؟ يلا يا عم قول لنا الرجاله عندها بعد ايه؟ اذنك بعد اذنك ركز في الحلقه عشان نشتغل. يلا بينا. نفسي تبطلوا معاكسات التكاتك دي بجد علشان عامله لي ازمه. دي معاها حق جدا. بس هي بتقول نفسي تبطلوا معاكسات التكاتك. هل المشكله في المعاكسات ام في نوع المعاكسات؟ ولا نوع التوك توك؟ مفيش معاكسه في الشارع شيك. لا وحشه فشخ. مفيش. لا دي سفاله. الا لو انت في اندران. يا سو 2015 دي ولا كانت كام دي؟ يا ساتر يا رب. وبعدين في ستيريوتايب لا لسه لسه بيعملوها، لسه بيقعدوا. حليم لسه ايوه لسه كنت بقول له نفس الواحد اللي هو الراجل الاربعيني ماستر يلبس البنطلون جينز السخنة المحزق وكده. المحزق على الجزمه البانس السوداء وينزل. بانس ده جابها منين؟ والله العظيم بيشرب لسه ايكوس موجود. في ايكوس وقهوه ساده فشخ. مستني اي واحده تخش تجيب علبه مريت ازرق. التفاصيل دي عرفتها منين؟ عشان بتروحوا من زمان. بيبقى عاده كلهم معظمهم رجاله متطلقه او بتحاول تلحق. طب انا عندي سؤال، ده بيشتغل؟ يعني ده بيحصل حاجه فيه؟ لا يعني بيشتغل مع الناس ولا اللي زيهم كده يعني إيه؟ نفس الديب ويب يا نفس بيبي. الستايل نفس الحاجه بيجي والله منه بس في ناس بتاخد طريق السخنه وبتكمل السخن، في ناس بتاخد طريق السخنه وتيجي عند البوابه وتقعد. تلف وترجع. ايوه عملوا والله والله هم دول اللي احنا بنتكلم عليهم. يا ساتر يا رب. دول بيروحوا لحد ماستر يقعدوا وبعد كده ياخدوا بوابه السخنه يلا نلف ونرجع تاني بقى. فانا مش عارف حتى اللي بيعاكس هو بيستفيد ايه. بالظبط. هو مفيش يعني مفيش اي استفاده في اي حاجه. يثبت شويه نقص يعني بيثبت شويه نقص. لا ايه انا راجل ناقص. ده حرفيا. دي بقى الفيديوهات اللي هتنزل. العيال دي اصلا العيال كلها دمها تقيل. ايوه العيال اصلا مش فاهم بيعملوا ايه. هو احنا لسه بنحل مشاكلهم او بنديهم نصيحه؟ يا عم خليها على الله. زياد الفاوي. الشعر اللي بيطلع في نص الدقن ده وبيخربش. عندك واحده كده؟ ايه إن الشعر اللي بيطلع في نص الدقن؟ بيبقى فيه شعر طالع عشان مش كله بيبقى ناعم وطري كده، مثلا بيبقى تبقى ناشفه، شعرها ناشفه كده ماشي. طالعه خازوق. عمرك ما حصلك المشاكل دي؟ ده جان يعني جان. لا مش حاسسها مشكله قوي ان هو بيبعتها يعني حتى. يا عم اعمل شيفنج مثلا. اعمل شيفنج. اعمل شيفنج. لو احلقها يعني احلقها يا ريس. بالظبط. لا يا صاحبي اعمل شيفنج. بس ما هو الحلاقه اصلا الكتير برضو هي اللي بتعمل المشكله دي. اللي هي بالموس. ايوه ما تحلقش عكس بقى كده، بيحلق عكس. اكيد بيحلق عكس. أيوة. في تكنيك. احنا عندنا بلاوي تحلق عكس ولا ما في اتجاه الشعرايه، لان لو العكس هتطول اسرع هتطول أسرع. واخشن، فانت هتبقى مش طايق نفسك بقى ولا حد طايقك. طب نعمل ايه بقى؟ مكان كهرباء. مكان الكهرباء. مكان كهرباء. زياد شكله اصلا ما عندوش ده صورته. زياد شكله طلع له الشعريه دي بس. ايوه ومضايقاه. احلقها يا زياد وما توجعش دماغنا. عمرك وانت صغير كنت تجي المكنه تقعد تعمل كده عشان يطلع لك شعر؟ امال انت فاكر ده طلع منين؟ انت كنت تعمل هتلاقيه تحت الشارع مشوه. متقطع يا باشا. امال انت فاكر ده منين؟ هو في واد اسمه حسين ربنا يسامحه في اولى اعدادي، شنبه طلع ودقنه طلعت قبلنا كلنا، فبدا ازاي بقى ازاي يعني كلنا عايزين نبقى بالظبط. فازاي؟ فاحلقوا يا جماعه. قعدت اسبوعين بحلق مفيش، بقطع جلدي. فمديني النصيحه التانية، لا احلقها عكس. الشنب ازاي؟
ما هو مفيش حاجه اصلا، هو انا ايه بحط كريم وبشيله يعني، مفيش حاجه تتحرق اصلا لسه، فهو بيعمل اعلان الاعلان بالظبط بتعمل مانيفستيشن بالظبط. اللي هو يعني امتى هيطلع لي بقى. تصدقوا قوي والله، ربنا يسامحه. كنت مظبطه اخويا لصاحبتي، ولما سابوا بعض وقفت في صف صاحبتي طبعا، وحاليا اخويا مش لاقي صاحبته ولا اخته. ايه ده ايه ده؟ الواد خسر كل حاجه. وهم هربوا مع بعض ولا ايه اللي حصل؟ خدونا مو في الصحراء. ايه اللي حصل؟ ده نتيجه منطقيه ان هي تاخد صف صاحبتها ومش صف. على حسب ليه؟ برضه مشكله اكيد يعني هم في سن الغلاسه اللي هو بتاع الاخ واخته مش طايقين بعض بس انا واخويا على ابن عمي يعني، انت فاهم احنا فين؟ ده حتى بقى دي صاحبتي دي مش بنت عمي حتى، الا لو هو خد موبايلها بعت من عندها. هاي ايه مسلسل هذا المساء. ايه اكتر دخله بتحسوها كرنج لو حد بيفتح مع بنت كلام يعني؟ في الحاجات بتاعت زمان اللي هو كنت ترمي كوره وبعد كده معلش الكوره جت عندك، ببقى عارف الحاجات دي. بتعمل كده، في حد هنا بيعمل كده تقريبا. وفي ايموجي كلب اللي هو لا ريكس تعالى، عارف الحاجات دي. ده ما كنتش بعمل. بصراحه عمري ما ظبطت واحده اونلاين. انا عندي بس اللي هي المسجات اللي في الاذرز دي. هل انت بقى بيجي لك حاجات من البنات؟ طبعا. كرنج زي الرجاله بس كده. بقى الورق، يلا بقى نتكلم في الليل. نتكلم في ده ماشي. في الحاجات بقى اللي بتجيلنا من البنات، في بنات شفتها يعني في اللي هو لما بتقابل بقى ناس في الشارع او في مكان او في ايفنت، اللي هو ايه ده انا كنت احبك قوي وانا صغيره. أيوة. اولا ما تقوليش كده تاني، دي حاجه مهينه جدا. تاني حاجه بقول لها انت اسمك ايه؟ تقول لي كذا، بخش على انستجرام قدامها عشان اشوف هي بعتها لي ولا لا. لا ما تعملش كده. يطلعوا بعتها لي. ده انت ايه؟ تبقى بعتها لي بقى ايه؟ ده انت مش بني ادم. لا ما هو هي قالت لي انا بحبك وانا صغيره، فاللي هو طب هصغرك اكتر، واللي هو بطلع بقى اللي هو حاجات بقى زي اللي هو ايه ده اي لاف يو قوي ورد عليا بليز، واوريها لها كده. ده انت عيل ايه يا عم ده؟ لا بس الموضوع بنضحك يعني. بتضحك بس هي بتجيلها تروما هي بتنهار طبعا. خلاص هي بتنهار. هي هتقفل الاكونتات كلها وتعتزل وبتاع. لا ما بس ده وفي مشاهير بقى. يا لهوي جاحد والله العظيم. انتوا عارفين حصلت معايا. حصلت مع برعي، كنا انا وبرعي في حته وبتاع، وفي واحده لذيذه جدا وكده، وجت قالت له انا بحبك جدا من زمان ومن وانا صغيره ومش عارفه ايه، ولذيذ اللي هي كيوت دي، وقعدت تقول له انا كنت ببعت لك مسجات كتير وكده. فهو تحمس جدا، فقال لها ايه ده قولي لي انستجرام ايه، فهي اتكسفت قوي، فقالت له لا مش هقول، عشان احنا واحنا صغيرين ما بنفكرش احنا بنبعت ايه، بالظبط، مش عارفين بالظبط. احنا هيجي يوم نقابل الاور هيرو. الشخص ده. فالمهم قلت له ما تقلقش يا صاحبي انا عارف هقول لك، فقامت هي حبيبتي وشها اتخطف، فحسيت كده بالكهرباء وبتاع، فقلت له خلاص لا هبقى اقول لك بعدين. والمهم نزلنا، مسحت كل حاجه. لا عملت له بلوك. يا ابني والله هرجع هنا بس. لا الحاجات اللي بتجيك حاجات كيوت بصراحه يعني، مفيش حاجه فجه. ايه الحلاوه دي والحاجات دي؟ ايه اللي بيتقال لك ايه الحلاوه دي؟ وحاجات تانية يعني. ما بتخافش؟ ما بتخافش لو قالت لك ايه الحلاوه دي؟ لا عادي. بس تخيلها بتقولها لك في وفي ايموجي معين كمان كده كده اللي هو بس مش كده قوي بالظبط يعني. عشان ده مشوق قوي. ده مش ده خالص. لو طلعت بعرف اعمله تبقى مشكله. انا تمام كويس، انا احب اطلع كده. امال انا بيتبعت لي ايه؟ وانت يا باشا انت استاذ اول لغه. بيتبعت لي لينكات كرافتات. ايوه يا نجم، ايوه يا نجم. والله هو الدي ام كله يا اما سمير غانم الله يرحمه، يا اما فؤاد المهندس الله يرحمه، يا اما كرافتات، اكونتات بتعمل كرافتات. فضلوا يقولوا لنا الرجاله بتعيط عادي، واول ما تظهر ضعف تبقى مش راجل كفايه عشان انت وقعت في الفخ. بلعت الطعم. بلعت الطعم يا رايق. انت عندك كام سنه؟ كان اختبار. عيط يا عارف البتاع ده. عيط يا روح. بس انا فاهمه، هو في ناس بتشوف انه ما ينفعش تعمل ده عامه. ايوه بيبصوا في المرايه يقعدوا يضربوا نفسهم بالقلم ويقولوا انت راجل. يقعدوا يعملوا كده. لا بس انا فاكر مره وانا برضو في اعدادي وباكل علقه سخنه من بلطجي المدرسه، باكل علقه محترمه، بتضرب يعني انا في نص الضرب، وانا كنت بعيط قوي وانا صغير، دمعتي قريبه. أيوة. فانا بتضرب بقى، انا معايا كل الاسباب اللي تديني حق ان انا اعيط، وانا بتضرب قسما بالله. هو ماسكني مكتفني، انت بتعيط ليه؟ ما فيش راجل يعيط، ما تعيطش. هو اللي بيضربك ويضربني، يقول لي ما تعيطش، ويضربني. هنلعب
طب يا اسطى انا بتضرب، ما هو انا بعيط عشان بتضرب، ما تضربنيش طيب. ما هو انت معصبه اكتر دلوقتي. ما تعيطش يا ده مفيش راجل يعيط وانا لو. طب عندي سؤال، بعد العلقه دي عيطت تاني؟ طب تصدق وتؤمن بايه؟ والله العظيم والله العظيم هقول لك، لا العلقه دي فرقت في العياط في حياتي جدا. ما انا خلاص انا واكل علقه وانا بعيط ان انا ما عيطش، خلاص هو مفيش بعد كده. فخلاص بقيت اكتم بقى العياط ده جدا. اللي هو وعرفت تعيط امتى برضه ما تعيطش امتى؟ يا اخر يعني ايوه لا مش عايز اقلب عليك يعني اخر مره عيطت امتى؟ يا الله مش فاكر. شفت راجل اخر مره عيطت امتى؟ يعني فقدت ناس عزيزه عليا فعيطت. واهدى انت ليه بتعمل كده؟ بس كمواقف عاديه لا مش بعيط خالص. خلينا نقول ان اللي بيعيط بيبقى حد ايموشنال، فهو انت لو هتعيط بالنسبه للرجاله لازم يكون عندك سبب مقنع. هتتحبس مثلا، اتخرب بيتك، حطيت فلوسك في عملت البورصه، حادثه ونص العربيه طار ماشي، وده ما بيظهرش ضعف، ده بيبقى منطقي طبيعي جدا. يعني عيطت او ما عيطتش عادي. بس بقى اللي هو خسرت في جيم بلاي ستيشن، لا لو خسرت دي وعيطت يبقى هنا دي مصيبه. بس لو خسرت بطوله يعني فاهم فرق. يعني محمد صلاح بيعيط بيحصل لك ايه؟ بقول له عايز اقول له استرجل يا اسطى ما كانتش كوره استرجل يا مو. انتوا مقرفين. بس الحته دي انا بحسن يكون بيتفرج ويتضايق. مين ده؟ يمكن والله ما حد يعرف. محمد صلاح بيتفرج على كامل العدد بس. تلف الايام وهيقابلنا وهيقول لي تعالى حليم ازيك عامل ايه بتفرج على البرنامج، ساعتها انت موقفك ايه؟ هعيط يعني لو سمعت انت علي هعيط قدامه. هم طلعوا الحته انت بتقول له فيها استرجل. مفيش مشاكل بتواجهني، انا اللي بواجه المشاكل، خلي بالك. تستوستيرون استرجل جولة زلاتان ابراهيموفيتش. احمد العوضي، احمد السقا. لعلمك دول عندك فرصه تقابلهم اكتر من محمد صلاح. ايوه البيج رامي. هو ليه في اصوات الواحد ايه ده في ايه؟ خلاص يا ماشي. هو ليه في اصوات لا 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 لا، ايه السعاله دي؟ ايه السعاله اللي احنا فيها دي؟ مش رجوله على فكره. هو ليه في اصوات الواحد بيبدا يعملها بعد ما يعدي ال 30؟ يعني وانا قايم وانا قاعد وانا نايم وانا بشتغل وانا سايق، هل انا كده لوحدي؟ لا انا بركب العربيه برضه بعمل كده. لا يعني استنى يا رب خلي بالك في ناس بتسمع الحلقات. الناس بتسمع الحلقات كده. دي حمام، دي في الحمام. لا في اللي هي اول ما تقعد. ايوه يا ظهرك اولا، ظهرك مع كل مره هتوطي او هتقوم او تعمل حاجه. ده بيطلع اعلان مرام. ظهرك اولا، ظهرك اولا. فظهرك بيطلع منك اصوات. صدرك لو انت تشرب سجاير. لا بس دي اصوات لا اراديه، لكن في اصوات اراديه زي اللي احنا كنا بنعملها دي. يعني في اللي هو انا قايم ما ممكن اقوم، بس في اللي هي دي ايوه بتكرر تعملها، فاهم يعني. بس انت ما بتعمل لحد 25 سنه ما كنتش تعمل ده. اظن انت مش مهتم حد يسمعك خلاص. انا عايز اعرفهم ان انا مش فارق لي الدنيا، انا مش باقي على حاجه. انا هبتدي اقول لدرجه ان انا هقوم عامل في نص الاوضه. ان هو حليم بيركب اوبر يخش يقول له هو بيركب الاوبر. توب بصوت عادي. انا هودي بقى في الاصوات، انا مش باقي على حاجه. وانت نايم ده انت بتشخر بالظبط. واضحه قوي. انا مش عارف حطيتها ليه. ليه لما باجي اتكلم مع اي حد من صحابي او عن اي حاجه عملتها حلوه او وحشه لازم يقارنها بحاجه هو عملها؟ ان هو احمد العوضي، احمد السقا. قول الاسامي، قول الاسامي تاني. البيج رامي، عمرو سعد. انا ليه احنا باور رينجرز وبنستحضر احمد السقا. جرافيكس تدخل كده فعلا يا لهوي. كارت احمد السقا. دول بقى بيتجمعوا مع بعض يعملوا امير قرار. احنا خلاص مالناش تمثيل في حياتنا دي. ما عندناش تمثيل معاهم يعني. مين باقي؟ ايه؟ نطلع مع طه وعصام عمر. نطلع مع طه وعصام عمر واحمد رضوان السيد ومروان مسلماني. شاوت اوت لاخواتنا اللي عاملين موسم رمضان رائع. ماشي. ليه بقى الرجاله لما انت احكي لك مشكله تقوم قايل لي على مشكله اسخن منها؟ يعني ليه؟ عشان احنا ما عندناش القابليه بتاعت الاستماع. لو قاعد في قاعده
هتلاقي كل واحد بيشتكي، ما حدش بيحط انبوت، يعني كله بيقول وبيطلع. بس انا بحس انها منافسه والله، اللي هو انت قوي يا عم انا اقوى منك، انت هتخلص القصب ده انا هخلص القصب ده، انت عندك مشاكل انا طلعان ميتين. روح التنافس ده موجود عند الناس، عند عمر اخويا ده فعلا. او حب انتباه، اللي هو دي ايه ده، انتوا هتسمعوا مشكله ده؟ لا انا بقى بكره بقى اللي قاعد في قاعده، اللي قاعد في قاعده وفاكر ان كل حاجه تتمحور حواليه. دي مشكله يا عم. لا ده انت يا عم، ده انا بصحى الساعه 7 الصبح بروح الجيم وبعد كده ارجع الشغل. يبتدي بقى يقول قول له ايه ده، برافو مبروك عليك، افشخ مشكله في العالم، اسمع بقى المشكله التافهه دي حلها لي يا ريس، يعني حطه بقى في الكورنر ازنقه. لما صاب الشيشه او المشاريب اللي تابعك في القهوه يكون اجازه او واخد شيفت الصبح، نكد. ايوه والله نكد، اسالني نكد كانك مهزأ رجعت للصفر. صفر هنا. تخش تعمل كده محدش بيرد عليك يا ريس، احنا بنخش الشيشه تنزل المشروب هم عارفين السيستم على طول وخلاص. لا ده بقى على ما توصل للاوردر بتاعك حوار وفاكرك وجايب لك منيو بقى. ايوه فاهم ولا تشرب ايه بقى؟ اهانه بالنسبه لك، المنيو بتنزل لك انت بتحس بالاهانه. انت مجنون. طب ما دي ليها حل، ان هم يبقوا زي شركات البي ار كده، العملاء بصورهم كده باساميهم، اي حد هيشتغل يكون عارف مين دول. ده اسمه حازم راغب، لوحه شرفيه كده، حلو ده. يخش تقوم منزله الحاجات دي بعد ما تعدي مثلا ايام معينه من حضور تتعلق صورتك، تخش بقى تتعلق صورتك بقى اللي هو انت عضو هنا في حلو جدا. ناشد القهاوي والكافيهات ان هم يعملوا كده ارجوك، لوحه صغيره مفيش برواز وصور بس. انت اي زبون هيقعد يعدي مثلا سنه يا باشا بيقعد بيجيلك سنه. ايوه هو ده اصلا اللي بيخلي الزبائن يروح بالظبط، ان هم بيحسوا ان هم متقدرين وانت عارفني وانا في بيتي جدا. انا عايز اقول لك ان انا لحد النهارده لما بروح اقعد، عشان انا ورضوان بنروح على طول. شيك دايما بينزل رضوان، ايا كان بقى انت مين هو، مع انه هو بيقول لي ازيك يا حليم عامل ايه، يروح يجيب الشيك هو رضوان. يروح نادي ازيك يا حليم عايز الشيك، شيك ترابيزه رضوان هنا. رضوان مش قاعد اصلا مفيش رضوان، هو خلاص احنا جينا شله حفظ اسم واحد اتسجل جوه فبقت ترابيزه رضوان. يبقى ده هيتحل بقى مع فكره اللي هو السيستم بتاع الصور، لوحه الشرف دي، لوحه شرفيه كده وشكرا. اطلب اكتر، صورتك تظهر اكتر في القهوه، الناس تعرفك اكتر. دي كانت كل المشاكل المتعلقه النهارده بالرجاله. ما تنسوش تعملوا طبعا لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات احمد العاطي، وحط ايموجي اللي هو العضله اللي هو تصبحوا على خير وانتم من اهل